في كركوك، احداهما استهدفت مقر حزب البارزاني. الحصيله التي وردتنا مقتل 2 وجرح 23 اخرين. نعم. لا زالت هذه التفجيرات مستمره لحد هذه اللحظه في مناطق متعدده من بغداد واطراف مدينه بغداد. الان حظر تجوال على المناطق التي وقعت نعم. فيها. عبد القادر، سنبقى على تواصل معك في نشراتنا القادمة. شكرا لك، كنت معنا من بغداد. هذا وقالت مصادر أمنية وطبية إن 13 شخصا قتلوا في الأقل، وأصيب 45 في انفجار سيارتين ملغمتين بالحلة بالتزامن وسط مدينة الحلة. ووقع أحد الانفجارين قرب أحد المطاعم الشعبية في منطقة شارع الحسينية وسط الحلة، فيما وقع انفجار آخر في منطقة باب الحسين قرب مرد الشمس وسط المدينة، مستهدفا طلبة أكاديمية شرطة كانوا متجمعين قرب أحد المطاعم. كما ينضم إلينا من الحلة الصحفي عدنان عبد تركي. عدنان، ما هي آخر المعلومات المتعلقة بتفجيري الحلة؟ الصحفي عدنان عبد تركي، ما هي آخر المعلومات المتعلقة بتفجيري الحلة؟ نعم. استيقظ أهالي مدينة الحلة عند الثالث صباحا على صوت ذوي انفجارين في وقت واحد. أحدهما قرب مقام رد الشمس وسط مدينة الحلة، حيث استهدف مطعما شعبيا يستهدف عدد من عناصر المتدربين من الشرطة في أكاديمية الشرطة في المحافظة. الانفجار أدى إلى سقوط 8 شهداء و32 جريحا. نعم. فيما استهدف الثاني مطعما آخر يقع في تقاطع شارع الحسينية على شارع 60. نعم. أيضا في وسط مدينة الحلة، مما أدى إلى استشهاد 4 وجرح 8 آخرين. تلاهما انفجار مفخخ ثالث قرب جراج لسيارات في منطقة الحصوة 50 كيلومتر شمال محافظة بابل، أدى إلى جرح 5 أشخاص. نعم. فيما استشهد مواطن ودمرت سيارته نوكية حملها أثر انفجار عبوة تم زرعها على طريق بعض المحاويل شمال الحلة. نعم. وسبق هذه التفجيرات حقيقة تفجيرات أخرى عند الثالثة فجرا استهدفت حسينيتين شيعيتين في ناحية جبلة، الأولى في منطقة العدير والثانية في منطقة شيخ ألوان في ناحية جبلة 60 كيلومتر شمال شرق مدينة الحلة. نعم. المعلومات الأمنية التي حصلنا عليها تشير إلى أن هذه التفجيرات كانت معدة أساسا لتستهدف احتفالات أبناء العراق في حال فوز منتخب العراق في مباراته يوم أمس التي جمعته مع منتخب سلطنة عمان، إلا أن نتيجة التعادل أدت إلى عدم خروج هذه الاحتفالات، وبالتالي تم تفجير هذه المفخات في اليوم التالي. هذا فيما يخص مدينة الحلة والتفجيرات التي شهدتها المحافظة صباح هذا اليوم. نعم. الصحفي عدنان عبد تركي، كنت معنا من الحلة، شكرا لك. حددت واشنطن منتصف تموز يوليو المقبل كحد أقصى لنجاح خطة السلام المتعثرة التي اقترحها المبعوث الدولي العربي كوفي عنان بشأن سوريا، كما أعربت عن قلقها من معلومات تشير إلى إرسال مروحيات روسية هجومية إلى سوريا، متهمة موسكو بالكذب بشأن شحناتها للأسلحة. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن ازدراء الرئيس السوري بشار الأسد لخطة السلام كثف الجهود الدولية التي شملت روسيا لتحديد ملامح انتقال سياسي لحقبة ما بعد الأسد، مؤكدا رفض واشنطن لانضمام طهران للمحادثات بسبب دعمها العسكري لدمشق. وأضافت كلينتون أن من الصعب تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا التي تنتهي في منتصف تموز يوليو المقبل إذا لم يتحقق تقدم واضح، وعزت ذلك إلى تزايد الخطر الذي يهدد مهمة المراقبين على الأرض. في هذه الأثناء تضاربت الآراء الأممية بشأن توصيف ما يجري في سوريا، فقد أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في سوريا هيرفي لاتزو أن سوريا تعيش الآن حربا أهلية كاملة. وأبلغ لاتزو عددا من الصحفيين أن الحكومة السورية فقدت جزءا كبيرا من أراضيها وعددا من المدن لصالح المعارضة وتسعى لاستعادتها.
في المقابل قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن سيركي إنه لا يوجد حتى الآن تشخيصا كاملا للوضع في سوريا يمكن بموجبه وصف ما يحدث بأنه حربا أهلية. ميدانيا أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 65